زيزو النهارده خرج علينا الاعلام ابراهيم عبد الجواد وقال ان زيزو طالب من الزمالك 100 مليون جنيه لتجديد عقده، خصوصا ان اللعيب عنده عروض باكبر من كده. خلينا نكون متفقين بس الاول ان ممكن زيزو فعلا يكون عنده عروض باكتر من كده، لكن اقصى رقم ممكن زيزو يتقاضاه في الخليج مثلا في 3 مليون دولار. 3 مليون دولار انت بتتكلم في 150 مليون جنيه مصري. هل الزمالك نادي يمتلك المال الكافي ليجدد لزيزو برقم قريب من ده زي اللي طالبه زيزو؟ زيزو طالب 100 زي ما ابراهيم قال مثلا، وانا باخد كلام ابراهيم ثقه لان ابراهيم عبد الجواد شخص مقرب من اصحاب القرار في نادي الزمالك، شخص مقرب من دايره صناع القرار في نادي الزمالك، وعلى علاقه وطيده باعضاء كتير في المجلس الحالي وبرئيس النادي شخصيا. فكلامه الى حد ما انا هاخده ان هو كلام منطقي وواقعي وكلام سليم. زيزو طالب 100 مليون جنيه من الزمالك، وده رقم يفوق بكتير امكانيات النادي حتى لو تدخل رجال اعمال. فانت هتفتح عليها فتحه بعد كده، اي لعيب هيكسر الدنيا ويقول انا تمام، على الاقل خالص هيطلب رقم قريب من ده. فتبعات التجديد لزيزو برقم زي ده هتكون رهيبه. هتقول لي كل لعيب على قد دمه وكل مش عارف ايه على قد دمه، لكن برضو انت بتسمح ان اللعيبه تطلب ارقام قريبه من كده. يا جماعه المرتبات الحاليه في الزمالك ضعيفه. مين اكتر لعيب بياخد الزمالك؟ سؤال، مين اكتر لعيب بياخد الزمالك؟ اكتر لعيب بياخد الزمالك هتلاقيه بياخد سكه 15 مليون جنيه. 15 مليون جنيه. وهم مين بقى اللعيبه بتاخد 15 مليون جنيه بقى؟ مين مثلا؟ فتوح بياخد 13. فتوح بياخد 13. عواد كان بياخد في عقده القديم 16، خد 10 في العقد الجديد. حتى الاجانب الوحيد اللي كان بياخد رقم كبير كان ابراهيم انضاي ومشي، وبعديه سامسون ومشي. فانا اتخن عقد عندي في الاجانب حاليا عقد سيف الجزيرة القديم مثلا كان 450 الف دولار، عقد حمزه المسلوسي 450 الف دولار، عقد محمود بن تايج تقريبا 300 الف دولار في السنه. فالزمالك اتخن لعيب فيه بياخد 15 مليون جنيه. فلما يجي لعيب في الفريق ايا كان هو مين، ايا كان هو مين، ويطلب 100 مليون جنيه، فده رقم لازم اقف عنده. وبص بقى ايه الحل؟ ايه الحل؟ هل في لعيب في الدوري المصري بياخد مبلغ قريب من ده حتى؟ مين اعلى عقد في الدوري المصري؟ طيب مين لعيب مصري اعلى عقد في الدوري المصري؟ رمضان صبحي بياخد 40 مليون جنيه. 40 مليون جنيه. فانت يا عم زيزو احتراما لنجوميتك واحتراما انك انت النجم الابرز في الفريق، ممكن مثلا نزقها لك ل 50 60 مليون جنيه، اللي هو سكه مليون و100 الف دولار، وده رقم رهيب. رقم رهيب. اما انك تاخد تقول للزمالك اصل انا جاي لي 150 فانا عايز 100، لا يا كابتن طبعا الكلام ده مش منطقي. الكلام ده مش منطقي، ومش هكلمك اقول لك احترم فضل النادي عليك والكلام ده يا عم، ده الكلام ده كلام بايش. لا انا هقول لك حاجه بسيطه جدا. اي حد مننا يا جماعه لما بيجي له مثلا عقد عمل في الخليج، هو بياخد هنا مثلا 10000 جنيه في الشهر، جاله عقد عمل في الخليج مثلا ب 30000، لازم يفكر يقول لك ما انا برضه قاعد في مصر و10 تلت المبلغ فعادي، يعني برضه قريبه، ما انا قاعد مستور هنا. اما لو جاله 5 6 اضعاف فطبيعي هفكر لا ده 5 6 اضعاف، ده مبلغ يعمل لي ويسوي لي. فانت يا عم زيزو باي حال من الاحوال يوم ما تطلب من الزمالك يقرب لك الجاب ما بين العقود اللي جالك في الخليج احتراما لفضل النادي ده عليك، فانت طبيعي تطلب منه مثلا تلت القيمه المعروضه عليك. يعني لو معروض عليك مثلا 150 مليون قلت لك اخد من الزمالك 50 مثلا، لان ليه حسابات كتير، انت موجود في بلدك ونجم. فانت يا سيدي هنديك رقم قريب من كده، مش هنديك 20 و30، احنا هنديك رقم قريب من كده، هنديك 50 60، وهتبقى اعلى عقد في الدوري المصري، وهتبقى يعني ما حدش قرب من الرقم ده اصلا. محدش قرب من الرقم ده خالص. ليه طلب رقم زي ده؟ رقم تعجيزي. لان بص هقول لك رقم وانت صح. ليه زيزو رقم طلب زي ده؟ للاسف يا جماعه انا هفضل اقول ان مشروع الزمالك مشروع ضعيف. مشروع ضعيف. انا لو عندي 4 5 فرق زي زيزو مش هيطلب مني 100 مليون جنيه ويحس ان هو حامل حمى وفاتح الفتوحات، هو حاسس ان الفريق كله قايم عليه. مع ان في الفتره الاخيره مردود لعيب زي ناصر ماهر مثلا كان مؤثر قوي مع الزمالك. يعني لعيب زي ناصر ماهر كان اكثر تاثيرا من زيزو حتى. بياخد كام ناصر مثلا؟ بياخد 8 تقريبا ولا 10. والله 8 مليون او 10 مليون قسما بالله ناصر ماهر. 8 او 8 ممكن. اقصى رقم اتدفع في يناير، اعلى عقد في يناير كان عقد عبد الله السعيد بياخد 12 مليون جنيه، وقالوا ان في عقود 8. مشروع الزمالك مشروع ضعيف ليه؟ لانه مش قايم مثلا على 5 6 لعيبه كبار والدنيا ماشيه، فريق مسنود. لا زيزو حاسس
ان هو عمود الزاويه، وهو حجر الاساس بتاع اي مشروع جاي للزمالك. هو حاسس بقيمته، لكن هل احساسه بقيمته ده يخليه يطلب رقم زي ده؟ انا شايف ان رقم اوفر وكتير بما يرضي الله. ولو الزمالك وافق على رقم زي ده او حتى رقم قريب من ده، فده هتكون القشه التي ستقسم ظهر البعير. لان اي لعيب هيتالق، فانت هتفتح الباب ان هو ياخد رقم قريب من ده، وهتلاقي عقودك مره واحده بترفع من رقم انت حاطط اقصى رقم ليه 15 مليون جنيه مثلا، بتلاقيك بتروح لسكه 40 و50 للعيبه انت عايز تجدد لها. كابتن زيزو يجب ان يستمر في الزمالك لمصلحه الفريق ولمصلحه الجمهور اللي انا واحد منه، لكن بتضحيه ماليه معقوله. تضحيه ماليه مثلا، انا هديك اعلى عقد في الدوري المصري، ما ادكش 100 مليون. ما عنديش الامكانيه لكده، ما عنديش خالص الامكانيه لكده. 2 مليون دولار في لعيب مصري بيلعب في الدوري المصري؟ انا بحترم تماما التاريخ والاداء اللي بيقدمه زيزو مع الزمالك، لكن برضو ما انا مش عايز اغفل حاجه، ان نادي الزمالك كان هو المكان المناسب لاظهار موهبه زيزو. كان هو المكان المناسب اللي خلى زيزو يبقى النجم الاول في الكره المصريه. نادي الزمالك في بدايات زيزو تحمل زيزو لما كان عنده نجوم. صح. فيجب يا كابتن زيزو وانت بتجدد للزمالك تراعي كل ده، تراعي ان زي ما حضرتك اديتني فانا اديتك. انا ساهمت بجزء كبير جدا في صناعه اسمك نفسه. فمن الواجب ومن الاصول ومن الذوق ان الزمالك ما يسمعش منك في التجديد، لما يجي فتحك في التجديد ارقام زي دي، ارقام فوق امكانيات النادي نفسه. النادي اللي قديما اداك اعلى عقد في الفريق وكان هيدفع ثمن ده في تجديد فتوح مثلا، لما فتوح صمم ان ياخد مبلغ قريب من مبلغك. فانا دلوقتي لما اجي اديك 100 مليون جنيه واجي اجدد للعيب زي ناصر ماهر بعد سنه مثلا يقول لي 50، فانا هقول له انت كتر خيرك، انت لعيب محترم، مع ان برضه 50 هيبقوا كتير عليا. فارجو من مجلس الزمالك يفكر براويه في الموضوع ده، والكابتن زيزو يقدم السبت والحد والاثنين للزمالك، لانه ياما لقى مننا، واحنا ياما قدم لنا رجل يا عم زيزو واحنا نقدم لك اثنين. لكن 100 مليون جنيه لا كتير، بما يرضي الله كتير. مش هدفع حاجه من جيبي، سيبك من الكلام ده، ما عنديش الكلام ده، مش هدفع حاجه من جيبي، لكن تبعات ده على النادي بعد كده هتبقى وحشه، هتبقى وحشه. لو زيزو لا. وهتلاقي اللعيبه كتير بتطلب حاجز ال 40 وال 50 وهتبقى موضه. احنا من ساعه صلاح محسن ما انبي باعوا برقم مثلا قريب من ال 40 مليون، فتح علينا فتحه. اي لعيب كان بيبقى ب 40 مليون، اي لعيب جاي يجدد بيطلب 20 مليون دلوقتي ساعتها. فاحنا بقى لما نلاقي مثلا ان صلاح محسن كانت هو المرحله اللي خلت المرتبات تزيد بالطريقه دي وخلت اتمان اللعيبه نفسها تزيد بالطريقه دي، فالتجديد لزيزو بالرقم ده هيخلي الزمالك يخش في مشاكل لا حصر لها مع بعد كده، حتى في التفاوض مع اي نجم بعد كده. يعني انت لما تجيب نجم مثلا مطرع في اي نادي، لما المشاكل الماليه اللي عندنا تخلص دي وتيجي تتفاوض معاه على عقده مثلا يكون الاهلي عايزه بيراميدز عايزه، هتلاقي وكيله ولا مدير اعماله يقول لك انا عايز 60 مليون جنيه، انت بتدي زيزو 100 اديني انا 60، بعد ما كنت بتتكلم في 10 و12 و15 هتلاقي نفسك بتتكلم في 50 و60. لا، لازم نفكر يا جدعان. وافضل اقولها، كابتن زيزو زي ما بيفكر ان هو عمود الزاويه في مشروع الزمالك، فكر برضو ان نادي الزمالك بيديك كتير، ان نادي الزمالك مخليك نجم الاول، ان نادي الزمالك عمل تضحيه ماليه اصلا في عقدك القديم وبيديك رقم ما حصلش. فيا واش